السلام عليكم، أهلا فيكم في مطبخ تسنيم ماهر. وصفة اليوم هتكون فطاير خبزة بسبانخ. للمكونات هنحتاج سبانخ، بصل، فلفل أحمر، زيت زيتون، وبنحط شوية شطة وزنجبيل وليمون. للعجينة طحين، حليب بودرة، نشا، وبيكنج باودر، وبنحط زيت عادي وزيت زيتون. وهلأ بحط المكونات: الحليب البودرة، وبنحط رشة ملح، وحنحط بيكنج باودر ونشا. البيكنج باودر والنشا بيتحطوا علشان العجينة تطلع بتقرمش، بيساعدوا على قرمشة العجينة. بنضيف الزيت العادي وزيت الزيتون ورشة زنجبيل. وهلأ بنعجنها بمية دافية، وبنضيف لها المية بالتدريج لغاية ما تلم العجينة معانا. بضيف شوية مية وبعجن، وبزود شوية مية كمان وبعجنها تاني، وبضلني أزود مية وأعجن لغاية ما تلم العجينة على بعضها زي هيك. بغطيها بنايلون أو بأي حاجة عندكم وبسيبها ترتاح شوية. وبعد ما ترتاح العجينة بنكورها وبنغطيها علشان ما تنشفش. بنحط للسبانخ الشطة والزنجبيل والليمون المعصور، وبنحط له زيت زيتون، وبنقلب السبانخ مع البصل والفلفل الأحمر وزيت الزيتون والليمون والشطة والزنجبيل. بنصفي السبانخ بمصفاية وبنسيبها تصفي كل ميتها. زمان كانوا بيعصروا السبانخ علشان تنزل ميتها، بس الطريقة تاعتنا بنحط لها الملح وبنسيبها بالمصفاية بتنزل ميتها لحالها بدون ما نتغلب ونعود نعصر فيها. بعد ما ارتاح العجين بناخد كرة عجين وبنفردها بايدينا وبالزيت، ولازم تكون العجينة رقيقة كتير عشان تطلع مقرمشة معانا لما نسويها. وما تقلقوش لو اتقطعت معكم العجينة لأنه حنتنيها على بعضها. وبقسم العجينة على 4 وبتأكد إنه العجينة مفرودة كويس، وكل قسم بتنيه على بعضه. وهاي الحركة بتعطي توريق وقرمشة للعجينة. وبتأكد إنه أغطي أي قطع صار بالعجينة عشان ما يوقعش منها السبانخ. وبعدين بنحشي العجينة بالسبانخ وبنحطها على نص العجينة، وبنخلي النص التاني فاضي. وبحاول أخلي السبانخ ما يجيش على الأطراف علشان أعرف أسكرها. السبانخ هلأ مش موجودة في السوق، فأنا كنت فرماها وحطاها في الفريزر. وخلوا كمية حشوة السبانخ كويسة لأنه طعمها بيطلع زاكي لما تستوي. وبناخد النص الفاضي وبنقفله على السبانخ. وبنتأكد إنه قفلناها كويس، وبنرصها على صينية الفرن. ولازم تكون مدهونة زيت أو سمنة، والسمنة أحسن لأنه ما بتخليش الفطاير تلزق بالصينية. وعلى فرن حامي بنخبزها وبنضل نراقبها. أول ما تبدأ تتحمر من تحت بنولع الشواية من فوق لغاية ما تتحمر وبتتقدم. وصحتين وألف هنا.